بعد خروجه من الدور الربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم على يد غامبا أوساكا الياباني، صالح فريق الكرام الحمصي أنصاره من خلال تتويجه بكأس السوبر السوري الأول إثر فوزه في استاد العباسيين على فريق المجد الدمشقي ب3 أهداف مقابل لا شيء. انا فرحان يعني كوني انا اكبر واحد للفريق او كابتن الفريق، يعني عم بحمل الكاس الثالث هذا الموسم، وان شاء الله نحن انا بنوعد الجمهور نحن انه فريق الكرامي راح يتم فريق كبير. ما في اي اشكالات بفريق الكرامي، ان شاء الله نحن بنوعدهم انه مثل كل موسم فريق عم ينافس على بطوله الدوري او ان شاء الله بحقق البطوله الرابعه. نحن لعبنا مع فريق المجد بالدوري مرتين وبالكاس مرتين، نعرف فيه نقاط القوه والضعف، وخصوصا خط الدفاع تبعه ضعيف جدا ضعيف، والحقيقه الله وفقنا بهاتريك، وبوعد الجماهير الكرماويه بالذات وباذن الله انه مزيد من الاهداف، وهلا عندنا كاس اسيا للشباب ان شاء الله بكون هداف كاس اسيا باذن الله. فريق الكرامه الذي لعب بمجموعه من اللاعبين الشبان تمكن وبعد مرور 6 دقائق من بدايه الشوط الاول من تسجيل اولى اهدافه بواسطه اللاعب هاني الطيار الذي تمكن في الدقيقه 41 من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان. ورغم النشاط الذي دب في صفوف فريق المجد في الشوط الثاني إلا أنه أخفق في تقليص الفارق، تارة بسبب رعونة التسديد وأخرى نتيجة تألق حارس الكرامة مصعب بلحوس الذي احتفل وزملائه في الدقيقة 52 بهدف فريقهم الثالث، والذي حمل ثالثة توقيع الموهوب هاني الطيار، بينما باءت بعده جميع محاولات المجد بالفشل، ولا سيما تسديدة العوض وكرة محمد زينو. حاولنا ان نضغط وناخذ ناخذ المباراة، وخاصة انه اول بطولة يعني انه بسوريا، بس نحن ما حسنا نستغل الفرص، وكان هذا سبب منا، وهن حسنوا يستغلوا فرصهم، والف مبروك له. يؤكد مجددا فريق الكرامة الحمصي علو كعبه ومثبتا بأنه الزعيم المطلق للأندية السورية. كميل سهدو، قناة دبي الرياضية من استاد العباسيين.